أنا كنت هجيب جلطه للقبلة بتاعتي في الامتحان. أنا كان عندي امتحان عملي علوم، وأنا وصاحبي كنا قاعدين في الدرس 3 ساعات بنراجع. بس بصراحة كنا نايمين ومش مركزين، والأستاذ بيتكلم بكلام محدش فاهم منه حاجة. آخر الحصة قعدنا نلعب فيفا على الموبايل بدل ما نذاكر. وتاني يوم رحنا المدرسة، دخلنا الامتحان، لقيت مراقب واقف وكل أستاذ جنب طالب، وأنا كان واقف جنبي قبلة. خد شوية من وقتك وصلي على النبي وما تنساش تعمل لايك واشتراك. السؤال الوحيد في الورقة بيقول أكتب اسم الحيوان من رجله، وأنا مش عارف حاجة. القبلة سألتني الحيوان ده إيه؟ قلت لها وزه اتعصبت وقالت يا ابني ده حيوان منقرض. رديت يبقى بطة. القبلة كانت هتولع فيا، بس مكسوفه من المراقب، فدعست على رجلي وقالت يا حيوان بطة منقرضه إزاي؟ قمت أنا قلت يبقى ديك رومي القبلة. أول لما سمعت كده صرخت جامد، راح المراقب طلعها بره وخلاني أكمل الامتحان لوحدي، والحمد لله خلصت على خير. فتتوقع نجحت ولا لا؟